معاكم إبراهيم توفيق عكاشة في امسك لسانك، ويا رب يعرف يمسك لسانه. هذا الفيديو هزلي وليس له أي علاقة بالواقع، ويرجى اللي يتفرج عليه يبقى فوق 18 سنة. يعني اللي داير ما بين مصر والسعودية ده ليه في إيه؟ بهدوء يا جماعة شوية. أولا معلش يعني فتوى طالعة في 2023، إيه اللي نطلعها هنا دلوقتي؟ هو عامة هو المفتي المصري كده كده رد عليها بس ليه بقى احنا حوار ونرد عليه بحوار واحنا اصلا يعني ايه الموضوع؟ ولا بهدوء بهدوء يا جماعة. بإيه؟ بهدوء. ولا معلش يعني متحف 7000 سنة حضارة، يعني هو ايه اللي حرمه؟ مش فاهم. ولا الواحد داخلين نعبد الأصنام؟ يا جماعة ايه يعني في ايه؟ ده موسم الرياض والدنيا خربانة. يعني بس انا عجبني الصراحة، في واحد مصري نزل صورة، منزل المتحف السعودي والمتحف المصري. انا شدني التمثال قوي. التمثال بتاعنا عضل كده، حاجة، تاني بكرشه. ايه يا عم في ايه يا عم؟ ده يا عم ده تمثال ده؟ الله، منظر التمثال ده ابو كرش؟ في تمثال بكرش؟ الله 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 الله. بس احنا عندنا الرجاله بسم الله ما شاء الله كانوا بيضربوا اماينو تقريبا. يعني يا جماعه بهدوء يا جماعه، بلاش. احنا شعب مصر والسعوديه شعب واحد، و يعني الشعب المصري اصلا عايش على الكوميديا السوداء. شعب اصلا بطبعه السفاف سف ف- يعني ها ويعني والرجاله بقى، وفي بقى ايادي خفيه بقى وبتاع بتتكلم في الموضوع، يقول لك اصلا بيتخانقوا جماعه في تركيا ولا مش عارف في لندن، يقول لك اصلا بيتخانقوا على الزعامه. زعامه مين يا عم انت؟ بس اركن انت بس كده على جنب. شفتوا دخلتوا بقى ناس بتعجن بقى عجن بقى، ايه عجن؟ اديله يابا اديله. عارف كنافه بالمانجا. فيا جماعه يعني بهدوء، مش اي حاجه تسخنوا عليها كده. تمام. والشعب المصري والشعب السعودي شعب واحد واشقاء منذ زمن. و ويعني مش عارف انا، يعني احنا رايحين نعمل مش عارف يوم 8 ايه في قصر عابدين، راح هم عاملين مش عارف ايه في يوم 8 برضو عاملين حفلة مش عارف ايه يعني. مش هو هوب وهوب بقى وبتاع، والسوشيال ميديا شغالة ومش عارف والصحافة اللي تحت بير السلم اللي هي اسماء غريبة كده، اول مرة اسمع اصلا على الجرايد دي ولا المنصات دي، ومش عارف انا ايه ده، فاهم؟ فيا جماعة بهدوء. مفيش أي مشكلة أصلا. في الصحافة الصفراء مش لذيذة خالص اليومين دول، والناس بتسخن على أي حاجة. وأنا بؤكد إن الشعب المصري والشعب السعودي شعب واحد، ومتحفنا هو متحفكو، ومتحفكو هو متحفنا، و... والتحف كلها تحفة واحدة. و... وانتوا ناس تحفة، واحنا اتحف منكم. وكفاية بقى عجن في اللجن. ويعني لا حول ولا قوة الا بالله. انا بس يعني والله احنا شعب يعني مش عارف. احب انهي كلامي بالجملة المعتادة اللي انا هفضل اقولها لحد ما اسمعها على التلفزيون. طبعا انتوا فاهمين قصدي، بحبها تسمع في وداني كده وترن في وداني. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى ميعاد.